السلام عليكم بنات. اليوم جبت لكم وصفة كتير حلوة لتبييض الوجه، وهي بيسموها الوصفة السحرية لأنها فعلا مفعولها السحري وسريع جدا. الوصفة أساسا مكوناتها الأساسية هي البقدونس، النشا وماء الورد فقط، مو أكثر مو أقل. مكونات موجودة في أي بيت، متوفرة رخيصة. بس شي واحد راح أطلبه منكم إنكم تلتزموا بالتعليمات وتطبقوا الوصفة كيف ما بقولكم، عشان النتيجة تكون كيف ما بعرفها أنا، عشان أنا جربت الوصفة وفعلا أعطتني نتائج حلوة كتير. سو راح تحتاجي ملعقة كبيرة من عصارة البقدونس، ملعقة كبيرة من النشا، وملعقة كبيرة من ماء الورد. اذا بتجيبي البقدونس وبتغسليه كتير منيح، وبعدين تطحنيه حتى تخرج منه عصارة، اللي هو الماء الاخضر تبعه. بتضيفي له بعدين المكونات الثانية اللي هي النشا وماء الورد، تخلطوها جيدا. وبعدين بتحطي الماسك كله على وجهك وعلى رقبتك كمان، عشان يبقى لون الرقبة مثل الوجه، وبتخليه لمدة 20 دقيقة. بعد ما بتخليه لمدة 20 دقيقة بتزيليه بالماء الدافئ وليس الماء الساخن. وبعد الماء الدافئ بتحطي الماء البارد على وجهك. هذا الماسك لازم تعمليه لمدة 7 أيام يوميا، لمدة 7 أيام. ومن الأفضل تكون بشرتك نظيفة قبل ما تحطي الماسك، يعني تكوني عاملة تقشير لبشرتك وبعدين تحطي الماسك. شو النتائج اللي حيعطيها لك هذا الماسك؟ هو اول شيء راح يساعدك تتخلصي من سمرار، يعني لو كان عندك سمرار في وجهك نتيجة للشمس، تصبغات، لون بشرة غير منسجم، يعني في الوان كتيرة. راح يساعدك تتخلصي من هذه المشكلة. تاني حاجة راح يعطيكي نضارة لوجهك، يعني بشرتك راح تبين كتير نضيرة وكتير صحية. اما وهو كتير كمان مفيد جدا للبثور، يعني لو عندك حبوب بوجهك مفيد كتير. ورابع شيء انه ماسك طبيعي ما فيه اي اذى لبشرتك، واحسن كتير من انك تشتري الماسكات الجاهزة اللي ما بنعرف شو جواها. يعني ماسك اذا ما نفعك ما بيضرك، وانا اكيد انه راح ينفعك اذا التزمتي بهذه التعليمات. انا نفعني كتير، وبتمنى انكم تجربوه وتجاوبوني تقولوا لي شو عمل معكم الماسك. اتمنى لكم كل خير. شكرا كتير، والى الوصفة القادمة ان شاء الله. تابعوني، لا تنسوا الاشتراك، لا تنسوا اللايك اذا عجبكم هذا الفيديو. آه، واكيد شاركوا هذا الفيديو مع صديقاتكم والناس اللي تحبوها وتبغوا لها الخير طبعا. الى اللقاء في الفيديو الجاي، احبكم.